حبايبي عاملين ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني كتير. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. هنعمل غدا. انا عملت الغدا ده ب120 جنيه. طبعا احنا اكلنا كنا 4 تنفار الحمد لله يا رب وشبعنا والله وكان الاكل فيه بركة. عملت ايه؟ عملت كبسة، عملت رز كبسة وعملت كفتة. تمام. ربع كيلو كفتة. الربع كيلو جبت الربع كيلو ب90 جنيه. تمام. وجبت كيلو رز ب25 جنيه وجبت بهارات الكبسة ب10 جنيه. يعني حسبة ايه؟ 120 جنيه. وكلنا كنا ايه؟ كنا 4 تنفار. انا عايزه اقول لكم انا الفيديو مش مسرعاه، عشان خاطر عايزه اتكلم معاكم في قصه كده. هي من واقع الحياه. يعني انا بس مستغربه من اللي بيحصل ومن اللي انا بشوفه في بصوا بقى، القصة دي قصة حد، هي فعلا قصة من الواقع، يعني قصة حقيقية. دلوقتي بصوا، انا هقول لكم بس مقادير الاكل الاول، وان شاء الله لو الفيديو كمل ايه هنحكي ايه مع بعض القصة دي وايه، وتقولوا لي رأيكم ايه. تمام. بصوا، انا هنا الاول عملت 4 بصلات و4 بصلات. تمام. لا، هما كانوا 5 بصلات. تمام. وطبعا انا اسلت انا فرمت ال5 بصلات وقسمتهم على الايه، على الرز الكبسه وعلى اللحمه المفرومه. عرفت يعني ان انا ايه اظبط المعيار بتاعي. يعني عرفت ان انا ازود في اللحمه المفرومه قد ايه، وعرفت ان انا ايه ازود لحمه مفرومه للكفته قد ايه، وان انا اعمل بيها واعمل اللي اعمل بيه الكبسه قد ايه. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين انا حطيت دقيق كمان، معلقتين دقيق على اللحمه المفرومه. عشان ايه؟ يعني الكفته، عشان خاطر يمسك الكفته، يربط الكفته شويه. تمام. حطينا ربع كيلو مفروم على يعني بتاع ممكن 3 بصلات. حسبت كده يعني 3 بصلات، وملح بقى وكمون وبهارات لحمه وايه، وصبعت الكفته. حلو. وطبعا انتوا عارفين رز الكبسه بيتعمل ازاي. رز الكبسه بتيجي تشوحي البصله تصفر كده شويه، ونيجي حاطين عليها البهارات، بهارات الكبسه، وهنيجي نازلين بالرز. وسبحانك يا رب، وسكر ربنا في الاكل جميل قوي والله العظيم. اكله اقتصاديه وموفره، 120 جنيه. وكلنا كنا 4 تنفار والحمد لله يا رب، وقمنا مبسوطين. تمام. بس دي طبعا ده الاكل اللي انا بقول لكم عليه اللي احنا اكلناه النهارده، او دي الطريقه اللي انا عملت بيها الاكل اقصد يعني. تمام. بس يا حبايبي، فعايزه اقول لكم بقى القصه ايه. القصه اللي انا سمعتها حيرتني، مش حيرتني والله، زعلتني مش قد ما هي ان انا زعلت يعني. في واحده بتحكي بتقول ايه يا بنات، بتقول ان هي يعني ظروف جوزها على قده. حلو. الراجل يعني ارزاقي، ظروفه على قده، ظروفه يعني زي ناس كتير. يعني ظروف الناس ممشيه ظروفها كده، يعني ممشيه دنيتها ووقتها بالبركه. فالمهم بتقول ان هي بتروح لحماتها كل مره يعني كل يوم في الاسبوع، يعني في الاسبوع بتروح يوم، بتروح بالعيال. يعني منه ان هي مثلا تقضي وقت لطيف معاهم، ومنه ان هي توفر، ومنه ان هي بيبقى مش عندها امكانيه مثلا تبقى عامله غدا للعيال عادي. يعني الظروف بتحكم. فيجي لك بقى ايه، يجي ان هي اول ما تروح يعني عند حماتها، تلقى حماتها بسم الله ما شاء الله حتى بقى ايه، حتى البتنجان والمحشي. تمام. هتعمل محشي. فراحت بتقول لها يا عيني، مرات ابنها بتقول لها يا ماما ده انت هتعملي محشي؟ قالت لها اقعدي قوري معايا. استغلت البنت كمان، يعني استغلت مرات ابنها يعني هو يا ريت لو استغلال، بس يعني بطريقه حلوه، او مش هقول كمان بطريقه حلوه، يا ريت يكون استغلال، ويكون الطرف التاني يكون مقدر ان الحكايه دي. يعني انت ما تكونيش انت بتستغليني اصلا وانت مش طايقاني وانت مش قابلاني، فهتيجي تقور معاها يعني مرات ابنها المحشي، وهي رايحه ببنتها على اساس ان هي هتتغدى عندها، لان الظروف مفيش. بتقولك انا بروح مره في الاسبوع عشان خاطر ظروف جوزي مش قد كده وظروفنا صعبه. تمام. فتيجي تقور معاها المحشي، تقول لها لا اقعدي معايا قوري المحشي. فراحت بقى يا بنات، معلش انا بقطع الفيديو برجع تاني، ببقى بعمل حاجه يعني في ايدي. تمام. ف
فجت بقى بعد ما قورت معاها المحشي وكده، فقامت بنتها لقت ان ستها الحما يعني، تمام، حاطه الايه، حاطه الفراخ في الحوض اللي هي بنت ابنها يعني، وتبقى هي ستها. المهم فحتى قالت لها الله يا تيتا انتي هتعملي فراخ؟ ده انا نفسي في الفراخ قوي يا تيتا، الله انت هتعملي النهارده فراخ؟ فقامت رايحه الست بصه البنت، بصه كده لبنت ابنها وقال لها لا لا احنا الفراخ دي مش هنعملها ولا المحشي ده بتاع بكره. فراحت يا عيني التانية بتقول انا مشيت وخاطري مكسور وزعلانه قوي، وان ازاي تعاملني كده وتعامل بنتي كده. طب انت يا ست لما انت مش عايزه تديهم قعدت الوليه تقور معاك المحشي، وقعدتها معاك ان هي تقور لك، ليه الاستغلال ده؟ ليه الاستغلال؟ ويعني معلش يعني ما بالنسبه للحموات ما بتراعوش ان انتوا عندكم بنات؟ يعني زي ما بتعاملي مرات ابنك زي ما انت حابه ان بنتك يعني تتعامل كويس، راعي برضو مرات ابنك. زي ما حابه ان حمات بنتك تعامل بنتك كويس، انت كمان عاملي مرات ابنك كويس، لان هي داين تدان. ورغم ان هي سبحانك يا رب هي داين تدان، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان دايما الناس اللي هم الحموات اللي هم بيبقوا جداد، دول اللي هم بيبقوا شخصياتهم قويه، تمام، سبحانك يا رب، بتبقى بناتهم بيتجوزوا جوازات حلوه. ازاي؟ انا معرفش والله العظيم. انتوا لاحظوا كده الحكايه دي، لاحظوا ان لما بتبقى الواحده جديده، الحما جديده، بيبقوا بناتها متجوزين بره ومرتاحين، ويعني بنات الناس الغلابه بيبقوا متبهدلين وبيبقوا الله يعني الله يصبرهم على ظروفهم وعلى معيشتهم الصعبه، وعلى انتي ما دام يعني تعاملي مرات ابنك كده وحش، تمام، قولي ان دي ظروفه، يعني مشي معاها الدنيا. ده في ناس بيوتها بتتخرب من كتر الظروف الوحشة، تمام، وفي ناس سبحانك يا رب يعني حتى لو مرات ابنك جاية تقضي عندك يوم مثلا، ده يوم يا شيخة، يوم في الأسبوع، بتقولك يوم في الأسبوع عشان خاطر ابنك ظروفه وحشة، ده ابنك. وفي بعض الناس بتبقى هي عايزة تجوز بنتها وتجوز ابنها، ترميه خلاص، ترمي حمله خلاص وترميه، وتبقى عايزة تعيش لنفسها. لا، احنا الدنيا بقت صعبة، والناس كانت زمان الناس كانت كويسة عن دلوقتي اللي فيه طفرة غريبة، وفي ناس غريبة كده طافحة علينا، والواحد بيشوف حاجات غريبة والله العظيم. انا يمكن اللي خلاني انا اتكلم في الحكاية دي، ان القصة دي وجعت قلبي، وغير ان هي وجعت قلبي زعلتني وحزنتني من الظروف. ويعني دي ظروف ابنك، مادام انت تشيلي معاها مثلا، يعني اعتبر ان ابنك ده مثلا ممكن من ظروفه ممكن مراته ما تتحملش، تقولك مثلا اتطلق، مشي معاها الدنيا، بدل ما هي هتتحمل شهر خليها تتحمل سنة سنتين ثلاثة، ويعيشوا ويربوا عيالهم بإيدك، الإيد في الإيد، تساعدي معاها. مش تقومي شايلة الفراخ يا اختي ومخبية الفراخ في التلاجة، وشايلة محشي وفراخ يا ولية، محشي وفراخ، هو محشي العمر يا أول أكلة وآخر أكلة؟ لا اله الا الله، بجد الناس ليه بقت كده يا جماعه؟ والله العظيم انا متحيره قوي وزعلانه، مش متحيره كمان يعني، انا انا مستغربه، بس مستغربه بجد والله العظيم. انا مش متعودتش ان انا اتكلم في حاجه، وانا مش من النوع اللي انا بحب اتكلم في حاجه، بس انا حابه ان انا معاكم لما هاجي هنزل فيديوهات ان شاء الله، هحكي على كل قصه حقيقيه من واقع الحياه، تمام، هنحكيها وهنتداولها مع بعض، وهنشوف آرائكم ايه، وعايزه اشوف يعني هل فعلا ان الدنيا دي كده في حياة فيها فعلا حاجات كتيره قوي وحشه كده. انا عارفه ان في حاجات وحشه كتير، وبس في حاجات حلوه برضو. والله العظيم انا اوقات بسمع قصص بتبقى حلوه قوي، يعني في ناس بتحكي جنبي، مش قصص، هي بتبقى حاجات من واقع الحياه، يعني لما هقول قصص مش من الخيال، لا من الواقع، فاهميني؟ فحابه يا جماعه ان انا اوضح برضو نقطه، ان عايزه اقول لكم ان الدنيا من فاتة. يعني ايه ان الدنيا من فاتة؟
يعني مش مستاهله، والله العظيم ما مستاهله حاجه. الاكل ده بيروح وبيجي، الدنيا بتروح وبتيجي، الا الصحه والا عمل البني ادم والا سيره البني ادم سيرتك. يعني لما الواحد لما يجي يفكر انه حتى لو يعني احنا ما احنا كلنا مش مخلدين، تمام؟ كده كده مصيرنا كلنا ان احنا كل واحد مصيره للتراب، يعني مفيش حد مخلد ومفيش حد عايش فيها. خلي سيرتك حلوة في الدنيا، السيرة دي هي اللي بتعيش للبني آدم. يا سلام الله يرحمه فلان الفلاني كان كويس، حماتي يا سلام الله يرحمها كانت كويسة، سلفتي الله يرحمها كانت كويسة، اخت جوزي مش عارفة ايه. السيرة الحلوة، خلي بالكم البني آدم اللي بيبقى طيب لين حنين، سيرته بتبقى متداولة، يعني بيبقى كل واحد شاف منه حاجة كويسة بيقولها. مش احسن مثلا ما انا اقول دي كانت استغفر الله العظيم اعوذ بالله منها. ودي كانت قصة النهاردة، وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، وهل انتوا حابين ان انا احكي معاكم قصص من واقع الحياة. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.